السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم. المطبخ العراقي والمائدة العراقية تشتهر بأنواع كثيرة من المخللات اللي إحنا نسميها بالعراق الطرشي، ويعتبر واحد من المقبلات المشهورة طرشي الخيار المحشي، واللي هو وصفتنا لهذا اليوم، وراح أسويه اليوم بطريقة سهلة جدا وبدون تخليل مدة طويلة. في نفس اليوم نسويه وبنفس اليوم يكون جاهز للأكل والتقديم. خلينا نشوف سوية طريقة العمل. آخذ كيلوين من الخيار صغير الحجم، وراس ثوم كامل، وحزمة صغيرة من الكرفس أو البقدونس، وقليل من النعناع الطازج، وآخذ قليل من ثوم العجم، وهذا الثوم راح أنقعه في مي دافي مدة ساعة كاملة تقريبا. أما البهارات ملعقة صغيرة من الحلبة، وملعقة صغيرة كاري، وملعقة صغيرة كركم. خلي نبدأ مباشرة العمل. أبدي بالخيار، أشرح الخيارة من الأعلى، أنزل السكينة على الخيارة وأفتحها بالطول من الأعلى وأخلي الأسفل مسدود حتى تكون سهلة من أحشيها. آخذ حزمة الكرفس أو البقدونس وأفرمها فرم ناعم، وأفرم النعناع الطازج أيضا فرم ناعم، وآخذ آخر شي الثوم وأيضا أفرمه فرم ناعم. وبعد أن أكمل فرمهم جميعا أخلطهم سوية وأنزل عليهم البهارات وأقلبهم سوية، وهاي هي تكون حشوة الطرشي. وبجدر وعلى حرارة عالية أخلي مي وأنزل عليه قلاص ونص من الخل، ما يعادل 250 مليلتر، وأتركه على الحرارة العالية إلى أن يفور. وبعد أن يبدي يغلي المي والخل وأشوف ظهرة الفقاعات، أبدي أنزل الخيار المشروح وأطفي الحرارة وأغطيه وأتركه لمدة 7 إلى 10 دقائق. وبعد 10 دقائق أشوف الخيار تغير لونه وأخذ لون وطعم الخل، أصفيه وأتركه إلى أن يبرد. وهذا هو يكون شكله بعد أن ينسلق بالخل. هسه راح أصفيه من المي وأتركه يبرد. وبعد أن برد الخيار أبدي أحشيه بالحشوة اللي سويناها، وكمية الحشوة لازم تكون مناسبة. وأبدي أنزل الخيار المحشي في زجاجة أو نايلونة عميقة بشكل ما تشوفون. وبعد أن كملت حشو كل كمية الخيار اللي عندي، أنزل عليه ثوم العجم اللي نقعته بالمي الدافي وأصبح جاهز، وأنزل عليه الليمون المقطع إلى شرائح، وهذول اثنينهم راح ينطون نكهة وطعم وريحة كلش طيبة للطرشي. وهسه راح أصب عليهم الخل إلى أن يغطي كل الكمية الموجودة بالزجاجة ويوصل للأعلى، وأغطيه وأتركه لمدة 3 إلى 4 ساعات.
وبعد ال4 ساعات هذا هو يكون شكله، أصبح جاهز للأكل والتقديم. يقدم مع الوجبات الرئيسية في وجبة الغداء والعشاء، وصحي 100%، وينافس محلات الطرشي. طريقة جدا اقتصادية وغير مكلفة، ولا تحتاج إلى تعب ولا وقت، وموادها متوفرة في كل بيت. أتمنى أن تكون وصفتنا لهذا اليوم عجبتكم، وإذا عجبتكم اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس، ولا تنسوني من اللايك، وألتقيكم إن شاء الله في وصفة جديدة وفيديو جديد.